معنا هنا في الاستوديو الشيخ نبيل نعيم مؤسس تنظيم الجهاد سابقا. يمكن أن نقول أنك خصوصا أنك كنت في أفغانستان مع أسامة بن لادن، دكتور أيمن الظواهري، يمكن أن نقول الآن أنك تقاعدت من القاعدة؟ لا والله هم اللي انحرفوا. كفروك؟ كفروك الآن؟ القيادات الكبيرة اللي زي أيمن لا ما بيكفرونيش طبعا، ولكن العيال الصغيرة هي اللي بتكفر. هل يمكن أن نتحدث أنه داعش هي من القاعدة؟ لا، هي القيادات القديمة سابت التنظيم كله، إنما مش متبقى غير أيمن، وأيمن يتلم حوالين منه شوية ناس إحنا بنعتبرهم متخلفين عقليا أو مجانين أو ناس تكفيريين يعني، ولكن المؤسسين مشوا كلهم، اللي ماتوا واللي مشوا كده. إنما داعش هي تعتنق فكر تنظيم القاعدة. لا، فسر لي موقف الآن، يعني إذا ما سألنا عن دكتور أيمن الظواهري موقفه من داعش وأبو بكر البغدادي، هو طلب ما الذي يعتبرونه؟ هو طلب من أبو بكر البغدادي إن يبايعه على أساس يبقى، ولكن أبو بكر البغدادي عشان هو أصلا عميل أمريكي قال له إحنا أصحاب القضية، إحنا أصحاب القضية، قضية تحرير العراق وسوريا وكده، فأنت اللي تبايعنا. فأيمن رفض، فحصل النزاع بينهم والقتال. كيف يعني عميل أمريكي؟ لا، أبو بكر البغدادي معروف إن أمريكا أفرجت عنه. فسر لنا كيف؟ أمريكا أفرجت عنه وهو كان في السجن، وأنفق أكثر من 20-30 مليون دولار لتجميع مجموعات داعش دي، وتسليح داعش كله أمريكي. والنفقة بتجيلهم منين؟ أنا كنت مسؤول عن معسكر في 120 واحد، كان بيصرف آلاف مؤلفة أكل وشرب وسلاح وذخيرة، ولكن داعش بتتصدر المشهد، وداعش عندهم حاجة اسمها إدارة التوحش. كتاب اسمه إدارة التوحش، هو محمد أبو بكر المقدسي. الكتاب دوت واخدين نفس سياسة جنكيز خان. الحمد لله ان هم لم يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لان ربنا قال قد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر. ان جنكيز خان كان يدخل القرية يبيد كل الاحياء اللي فيها، حتى الحيوانات يذبحها والبيوت يحرقها، فتيجي القرية اللي بعدها تسمع ان جنكيز خان جاي تهرب. وهذا ما تفعله داعش في العراق. وهدف داعش ايه؟ داعش عندما دخلت سمراء قتلت من اهل السنة 1000، والان تقتل الشيعة. وهي دي السياسة الامريكية. في هنري كيسنجر ليه مذكرة معملة سنة 82 او 84 لا اذكر، اسمها حرب ال100 عام. فسألوه حرب ال100 عام دي فين؟ قال في الشرق الاوسط، عندما نشعل الحرب بين السنة والشيعة. فهم بيلعبوا على إشعال النيران، نيران حرب بين السنة والشيعة، زي ما كان أبو مصعب يفجر مساجد السنة ويفجر مساجد الشيعة على حد سواء لإشعال الحرب الطائفية في المنطقة. ودوت طبعا مخطط أمريكا. وأنا بقول لك داعش لم تقتل أمريكان واحدة، لم تقطع رأس أمريكي تلعب بها الكورة، قطعت رأس المسلمين وأكلت أكباد المسلمين، ولم تقتل أمريكان واحدة، وهي منشأة من سنة 2006. فرناندو لويس مؤسس الجيل الرابع من الحروب قال كده، قال ايه؟ قال لسنا في حاجة إلى جيوش عابرة للقارات توقظ الروح الوطنية ويعود إلينا جثث كما حدث في أفغانستان وفيتنام، ولكن لابد من إيجاد عملاء من داخل الوطن يقومون بمهمة الجنود، ونحتاج إلى آلة إعلامية تزيف للناس الحقائق وأموال ننفق عليه. فهو ده الجيل الرابع من الحروب، عملاء بيقوموا بدور الجنود المستعمرين. يعني حرب عن جيش بديل، عن حرب بالوكالة. طبعا. بين من ومن؟ يعني الآن الجيوش هذه التي تعمل، نحن نتحدث عن القاعدة وكل يعني ما يتفرع عنها، هذه جيوش تعمل لحساب أي معركة، وبين من ومن؟ لحساب المخابرات الأمريكية. مع من تقاتل؟ بتقاتل الأنظمة. هي هدفها لما دخلوا سمراء، الشيخ علي الحاتمي رئيس عشائر الأنبار قال داعش دخلت سمراء قتلت 1000 من السنة بدم بارد، وتقتل الشيعة وتقتل المسيحيين وتقتل كل من يقابلها. داعش تعتبر كل الناس كفرة ودمائهم مباحة. ولكن أنا بقول لك داعش لم تقتل أمريكيا
المعارضة اللي بتقاتل بشار الأسد بشراسة بقى لها 3 سنين لم تطلق طلقة واحدة على إسرائيل. معايا؟ يعني عصام حتيتو مسؤول الإخوان اللي بيدير المعارك ضد بشار الأسد إقامته فين؟ قاعد في بيروت ولا في الرياض ولا في القاهرة؟ مقيم في تل أبيب. معايا؟ أحمد الجربة بينزل القاهرة ولا الرياض ولا طهران؟ قاعد من نيويورك لباريس للندن اللي مشغلينه واللي بيصرفوا عليه. اوباما لما اتفضح واتعرف ان هو بيسلح داعش والنصرة سلاح امريكي وتركي، قال ايه؟ قال ان احنا هنوقف السلاح لان السلاح الامريكي اتسرب للنصر. مش اوباما قال كده؟ اتسرب. انت جاي اكتشفت ان اتسرب بعد 2 سنين حرب، وجيش النصرة ده 10,000 وداعش 10,000، يعني 20,000 مقاتل شايلين السلاح الامريكي. يا عم اوباما اكتشفت ان دول بعد 2 سنين اتسرب لهم السلاح بتاعك، بتستعبطنا؟ شايفنا عبت يعني مثلا؟ فست الكل دي مؤامرة على المنطقة. وانا قلت لك ان نتنياهو وديكتشيني وضعوا خطة اسمها خطة الطوق النظيف سنة 98، وهي تدمير 4 دول، يبدأوا بالعراق ثم سوريا ثم مصر ثم السعودية. اسمها خطة الطوق النظيف، معروفة، يعني باستخدام الجماعات المتطرفة في المنطقة. والقضية اللي بيتحاكم فيها محمد مرسي قضية التخابر والاتصال بأيمن الظواهري كانت عبارة عن تكليف جايبه عصام الحداد من أوباما شخصيا يوم 28/12/2012. كان في البيت الأبيض وعامل اجتماع مع المخابرات الأمريكية. هو بيقول في الاعترافات بتاعته في النيابة اللي بيتحكم فيها. كيف حصلت عليها؟ ده اعترافات في النيابة منشورة موجودة يا ست الكل، إن أوباما دخل إدى فريق المخابرات ورقة وخرج. قروها قالوا له مطلوب من الإخوان احتواء الجماعات المتطرفة في المنطقة، وأولهم حماس والقاعدة. فراح اتصل بأيمن الظواهري عن طريق رفاعة الطهطاوي مدير ديوان الرئاسة اللي يبقى ابن خالة أيمن، من تليفون رفاعة الطهطاوي. فأيمن بيتكلم مع محمد مرسي، محمد مرسي قال له ايه؟ السلام عليكم يا أمير المؤمنين، احنا محتاجين الناس بتاعتك عندنا في سينا، وانا امن لهم المصاريف والاكل والشرب وعدم الملاحقه الامنيه. الكلام ده اتسجل واتبعت للنائب العام، وهي دي اللي بيتحاكم عليه محمد مرسي. هتقول انا عرفته منين؟ انا كنت في القناه الثانيه في التلفزيون المصري، وكان معايا اللواء جمال وكيل اول المخابرات المصريه اللي سجل المكالمه وفضاها، وبناء عليه اتعملت مذكره وراحت للنائب العام. فالمذيع اللي زي حضرتك بتقول له وهل يحق لجهاز المخابرات التصنت على تليفون رئيس الجمهورية؟ قال لها انا ما بتصنتش على تليفون رئيس الجمهورية، انا بتصنت على تليفون ايمن، لقيت رئيس الجمهورية بيكلمه بيقول له السلام عليكم يا امير المؤمنين. فرحت مفضي الشريط وكاتب تقرير ورفعته لرئيس المخابرات. قالت له طب انت بلغت الرئيس؟ قال لا انا مش شغلتي، انا ما بتعاملش مع الرئيس، انا بتعامل مع مدير المخابرات وكده حدودي تقف. قالت له طب كتبت ايه في التحريات او التقرير بتاعك انت؟ كتبت ايه بعد ما فرغت الشريط؟ اقسم بالله العظيم وانا قاعد معاه زي كده، قال لها كتبت ان السيد رئيس الجمهوريه محمد مرسي العياط خطر على الامن القومي المصري. عشان كده الجهله يعرفوا ليه الجيش انحاز للشعب يوم 30 يونيو، لان رئيس الجمهوريه يتعامل مع تنظيم القاعده ومسجل وبيتحاكم فيها دلوقتي. ومدير المخابرات كتب ان رئيس الجمهوريه خطر على الامن القومي المصري. ادي مهمه الجماعات في المنطقه. امريكا اوباما لما قال انا دعمت حمله مرسي ب50 مليون، ولما الشيخ القرضاوي طلع وقال اوباما بعت لنا 60 مليون دولار للمقاومه السوريه، جزاك الله خيرا يا اوباما ونحن نحتاج المزيد. هو اوباما اسلم ولا امريكا اتحجبت؟ انا بسال القرضاوي، هو اوباما لما بيدعم المعارضه السوريه عشان يقيم الخلافه ويرجع الخلافه الراشده، ولا هو اوباما اسلم ولا امريكا اتحجبت عشان تدعم المعارضه؟ ده شغل عملاء مكشوف ومفضوح،
واحنا مش عاوزين نضحك على نفسنا ونحط دماغنا في الرمل. المنطقة معرضة لمؤامرة، ومحمد قطب أبو التكفير في العالم قعد 40 سنة في السعودية وعامل كتاب اسمه جاهلية القرن العشرين، وبيقول إن إحنا بنعيش في جاهلية أشد من التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم. والسعودية مع عداء أستاذ في الجامعة إيه اللي خلاهم قلبوا؟ لأن الإخوان لا دين لهم ولا وطن لهم ولا أمان لهم، يخونوا أي حد. هذه الجماعات مخلب الاستعمار في المنطقة، ليس معتقدا دينيا. داعش فيهم ناس ما بتصليش، القاعدة فيهم ناس ما بتصليهاش أصلا تركعها معايا. فلا بد من تكاتف الدول للقضاء العضوي على هذه الجماعات عن طريق الأمن والفكر. فلا بد من الرد على فكر هذه الجماعات وتوضيح أن هذا الفكر فكر ضال مخالف للشريعة الإسلامية، وهذا هو الفكر الذي حذر منه النبي وقال قال على الخوارج حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم، هم شر قتل تحت أديم السماء، طوبى لمن قتلوه أو قتلهم، وسماهم كلاب جهنم. أشكرك. أشكرك جزيل الشكر شيخ نبيل نعيم، ضيفنا هنا في الاستوديو، مؤسس تنظيم الجهاد سابقا.